أنا من الناس اللي بحب أجنحة الدجاج، فبعملها مقلية أو مشوية، لكن اليوم رح أورجيكم طريقتي بأجنحة الدجاج المقلية مع صلصة البافلو. يا جماعة الطعم ولا غلطة، تعالوا نشوف. بالنسبة للأجنحة رح أستخدمها من المقطعات الموجودة عند دجاج الخير. طبعا عندهم تشكيلة مقطعات كبيرة ولازم تجربوا الأجنحة من عندهم. شوفوا هيك بتحسوا الجناح مليان. كمية الأجنحة اللي استخدمتها هون 2 كيلو. نزلت المي الباردة، نصف كوب من الخل الأبيض، ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم بتركه منقوعين تقريبا مدة 5 دقائق. لخلطة النقع نصف كوب من الشطة الحارة، ملعقة صغيرة من الخردل، البابريكا، زنجبيل بودرة، بصل بودرة، توابل مرق الدجاج بالإضافة للملح والفلفل الأسود. بنزل الدجاج بعد ما صفيته تماما من المي وبقلبهم، وعلى الثلاجة مدة ساعتين لازم تنقعوها. ولخلطة التغطية نفس البهارات اللي حطيناها مع خلطة النقع بالإضافة ل3 أكواب من الطحين، نصف كوب من النشا، ملعقة كبيرة من البيكنج باودر، وملعقة صغيرة من الكركم. بننزل الأجنحة بقلبها كتير منيح من الطحين، وبرجع بكتها بحطها على الشبك، بتركها تقريبا مدة ربع ساعة. بهالفترة رح نحضر للصلصة 50 جرام من الزبدة، نصف كوب من صلصة الباربيكيو بالإضافة ل3/4 الكوب من الكاتشب، نصف كوب من الصلصة الحارة، ملعقة كبيرة من الصويا صوص، ملعقتين كبار من العسل. هلا هون ببلش أقلي فيهم على زيت غزير وحامي تقريبا مدة 8 دقائق بتاخد كل قلية. بعديها بحط عليهم الصلصة وبقدمهم، وألف صحة وعافية.